متابعينا الكرام في كل مكان، متابعو مشاهدي موقع نيوز روم، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البث المباشر وهذه التغطيه الجديده من هنا من مدينه طنطا بمحافظه الغربيه. معكم ميري عزيز مراسله محافظه الغربيه. اعزائي المشاهدين، من داخل ساحه مسجد الاحمدي، مسجد السيد البدوي، وده المكان اللي نشأت فيه رحله علياء كاميرون البلوجر دلوقتي الشهيره، اللي كانت بتبيع مناديل في ساحة مسجد السيد البدوي، وكانت تقابل كل الناس تقول لهم رضوني. يعني عليها دلوقتي بعد القبض عليها وبعد الإفراج عنها تفاصيل كتير قوي هنعرفها من إسلام بائع الزمامير اللي كان مع علياء وكانت بتطلع معاه الموالد وكان دايما بيشوفها. يعني إسلام بنرحب بيك، أهلا وسهلا بيك. نعلي صوتنا شوية. اهلا وسهلا بك. يعني علياء كاميرون اللي اشتهرت هنا في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وكل الناس دلوقتي يعني ما بتعرفش تكلمها، البلوجر علياء. قول لنا كده بقى من خلال معاشرتك مع علياء وانك كنت على طول معاها وفي الموالد وهنا في ساحة السيد البدوي، علياء طباعها عاملة ازاي؟ هو حضرتك نعرف علياء ديت من كتير، يعني لان انا من مواليد السيد البدوي. ماشي، وعلى طول اشوفها كانت بتخش عندنا الساحه من قبل ما بيع الزمامير، بتبيع مناديل وبتخش تقعد تتكلم مع الناس وتحكي لهم قصص وهميه بحكه ظروفها التعبانه والكلام دوت. كانت بتقول للناس ايه القصص بقى؟ كتير يعني بتشكي ظروفها، ان هي مالهاش حد، ان هي عايشه لوحدها، ان هي متبهدله، وكانت بتعرض عليهم المناديل. طبعا الناس ما كانتش بتاخد المناديل وبيساعدوها مساعدات كويسه. يعني كانوا بيراضوها من غير ما ياخدوا المناديل؟ لا عادي، من غير ما بياخدوا المناديل، هي بس كانوا مجرد ما بيسمعوا قصصها وكلامها وقصه حياتها وكده، اللي هي تعتبر بصراحه يعني كانت كل مجموعه بقصه. يعني ما فيش قصه ثابته، كانت معينه ليها ان الناس تصدقها. لا، هي كانت كل ممكن تسيب المجموعه دي تخش على مجموعه ثانيه قاعدين مع بعض تحكي قصه جديده. والدي بهدلني، والدي كرشني، يعني قصص كتير. كانت حكيه لك انت حاجه عن حياتك؟ بصراحه انا كنت بحكم شغلي كانت بتقعد جنبي، كنت بقعد اسمع. انما بتحكي لي انا، لان يعني احنا في مجالنا ده كلنا بنبقى، يعني اقول لك كلمه بالبلد، انا اسف، عارفين بعض. عارفين يعني كل حاجه، عارفين كل قصص بعض وعارفين بعضينا والكلام ده. يعني احنا كولاد منطقه والكلام دوت، كل البياعين حضرتك اللي شايفاهم دولت كلنا عارفين قصص بعض. علياء كانت بتقول للناس على قصص وهميه عن ظروفها علشان الناس تعطف عليها. وبتعطف عليها، وكانوا بيساعدوها مساعدات كويسه. عرفنا في الكواليس ان علياء كانت بتعمل في اليوم الواحد 2000 جنيه ولا حاجه. والله احنا عندنا هنا في ناس زي علياء كده بتسال الله بالباطل. يعني مش ان هي تستحق ان هي تسال الله، والله ماشي. لا، بيعملوا مبالغ. وعلياء كانت بتعمل المبالغ دي في اليوم؟ اكيد. يعني ممكن باكو مناديل ب 12 جنيه، يعني ربنا يكرمها بحوالي 2000 3000 جنيه عادي. 2000 3000 جنيه؟ في جمعه، في يوم زحمه، في يوم جمعه. في ناس بتدفع. عرفنا في ناس بتديلها بال100 وال200 وال50. معلش، تبهدل نفسها وتغير في شكلها برضه، ان هي شقيانه ومبهدله. حضرتك ممكن تصعب عليكي على قد ما يعني ظروفك تسمح بتدي. يعني هي كانت بتبهدل نفسها قصدها؟ يعني انا عارف بيتها، شغال انا مع واحد بطلع معاه بحمص وحلاوه، فكنت بنزل اقعد معاه عند بيته، بيتها في وشه. انا كنت اشوفها تحت عند البيت بشكل وفوق في الشغل بشكل تاني. ومش هي الوحيده اللي بتعمل كده بصراحه. يعني كنت بتشوفها في الشغل بشكل بهدوء مش قد كده، واما تيجي تخرج تلاقيها خارجه لا، هي مش حكايه خروج، انا ما شفتهاش ان هي بتاكل. انا بشوفها مثلا قاعده عند البيت، راحت مشوار حوالين البيت، هي في جنبنا في حته اسمها الساغه. شكلها يعني كويس. كانت بتلبس لا، هي نظيفه وكويسه يعني. انما كانت بتطلع كده للناس، وبعدين طريقه كلامها نفسها بتتغير. ازاي بقى؟ يعني في كلمه كده اسمها دروشه، ان انا ادروش عليكي، اعمل اهبل، اعمل مش فاهم الكلام ده. انما هي معلش ذكيه جدا وفاهمه جدا وعاقله جدا، وبتتكلم معاكي مع اهل منطقتها اللي عارفينها او زمايلها اللي عارفينها، بتتكلم كلام طبيعي. انما مع الناس ومع الزبون لا، بتتكلم طبعا اكل عيشها بقى. لكن هي يعني جت في الفتره الاخيره بقى لما دخلت الميدان هنا من حوالي قريب، والله مش ما كملتش، يعني هي غايبه عن الميدان دلوقتي ما كملتش شهر. كانت مسكت بقى بدأت تقول اللي هي كاميرون.
يعني اخر ما كانت هنا كانت كاميرا، بدات بقى كاميرا دي كانت جديده علينا احنا. يعني بتهيألي ان هي بقت تشوف وشوش الناس، تعرف الناس اللي هي حكي لك قصصهم. فكانت بتغني، كانت بتغني لهم الناس اللي هي حكي لها القصص بتاعتها، وعارفين الناس بقى عرفت قصتها خلاص، بقت تقف بقى هنا وتغني لهم. وجت في فتره مسكت رق. وكانت بتغني اللي هي بتطبل عليه والله العظيم 3 كانت ماسكه رق بفلوس. رق ايه؟ بفلوس؟ والله. ازاي بقى؟ اللي هو مثلا بتجيبه من عند لا مؤاخذه بتوع الشيخ الشيخ والكلام دوت، اللي هو الرق 5 6 لا رق اللي هو بتاع الفنانين. والله العظيم 3 كان غالي. وكانت بتقعد تغني عليه بقى كاميرا من هنا في الراحه وفي الجايه، كانت بتقف من البيت، كانت بتمسكها من اول البوابه كده تلف الداير ده كله كان بتاعها. يعني هي كانت بتستعبط؟ هي لسه لا هي كويسه، بني ادمه كويسه. كانت بتستعبط على الناس؟ احنا ما بنقدرش نقول ان هي بتستعبط لان احنا عارفين ان هي ده اكل عيشه، بس ان هي تخدع الناس برضو بقصص وهميه، تقول ايه للناس قصص وهميه وتغير في لبسها وفي طريقه شكلها وفي طريقه كلامها. هي في منطقتها لها اسلوب ولبس وشكل تاني، وكانت بتخش لنا هنا الميدان بواحده تانيه. واحده تانيه مش هي دي عليها. لا دي واحده متدروشه، واحده غلبانه، واحده متبهدله ومتمرمطه وكده يعني. انما كشغل لا، هي كان ربنا بيكرمها. اكيد. علياء بعد ما اتشهرت وطلعت على ابلكيشن برنامج اسمه تيك توك لو تعرفه. عارف. بعد ما اتشهرت كده وبقت تجمع بالالوفات، ما بقيتوش تشوفوها لحد قريب. شوفها بس متابعه على تيك توك. ما كناش مصدقين ان هي. كنتوش مصدقين ان هي؟ هي دي علياء. اللي عرفنا ان هي قمر. بصوتها بالكلام اللي كانت بتقوله، يعني عرفناها. يعني احنا عارفين كده شكلها. بس شكلها اللي هو اللي على التيك توك ده مش شكلها اللي كان بتشتغل بيه. طب انت ايه رايك في اتجاه علياء من بعد بيع المناديل وناء قمر في الموالد وللناس؟ وكانت بتطلع تنام معاه، يعني احنا لما احنا بننام تحت الفرشات على التراب. هي ما كانت بتطلع من غير فرشه من غير حاجه. اللي كان بيساعدها، يعني انا واحد كنت بشتغل بتاع حمص، كنت ممكن اديها شويه الحمص تنام عليهم. كانت بتجيب معاها بطانيه الكلام ده. كانت بتنام في الشارع؟ كلنا بننام في الشارع. ودلوقتي بس احنا كنا بننام في التحويطه. لا هي دلوقتي ربنا كريمها خدت شقه ايجار بقى. نشوفه الله اعلم ايجار ولا الله اعلم. انما انت عشان تقعدي في الصاغه لما واخده الاوضه بفلوس. يعني تسوي لها كام مثلا؟ الاوضه ممكن تعمل لها 1200 جنيه. 1200. انما شقه بقى تدخل الشقه تدخلها في 3000 جنيه. وتعدي كمان ده الصاغه كلها ابراج وحته نظيفه. يعني الصاغه كلها ابراج وحته نظيفه. كنا شايفين علياء قريب طلعت على التيك توك بتاعها وقالت لا، وكانت هنا في السيد البدوي لا، كل اللي اهني او كل اللي ضربني مش حدش هيتصور معايا، انا مش هشهر حد. وقعدت تقول كده. والله يعني هي كانت بتعمل مع الناس عمايل، يعني كانت اقول لك كانت بتستفز معظم الناس هنا. يعني احنا سمعنا من حكايات من الناس هنا انها كانت بتستفزهم. يعني هي كانت بتعرف تطلع الجنيه من الناس. لدرجه ان هي ممكن تعيط، المهم ان هي تطلع الجنيه. وكانت يعني في قله ادب ازاي بقى؟ في ناس ممكن مثلا يعني ممكن تغني لهم والكلام دوت مكبرين من ناحيتها. تبرتر بالكلام، تقوم شتماها. بس مش بالشكل المباشر، بس الناس بتبقى عارفه ان هي بتشتم. الناس عارفه ان هي بتشتم. رايك ايه في علياء دلوقتي؟ ما قابلتهاش ولا مره بعد الشهره؟ طب قبل الشهره لا انا عشان اقابلها واعرفها واشوفها بحكم الشغل برضو بروح للراجل اللي انا شغال معاه، انا عارف بيتها. تمام. بس الله اعلم بعد الشهر قاعده، لان هي قاعده في بيت متبهدل من بره، هو بيت قديم، هي كانت مأجراه والبيت من بابه. البيت كله؟ بيت من بابه. هو بيت عباره عن دور ارضي ودور علوي. بس كان لوحدها. الله اعلم بقى كان بيبقى في حد جوه. ما حبيتش استفسر بصراحه، بس اللي يعرف اكتر الراجل اللي انا شغال معاه، لان في نفس البيت، يعني في نفس الشارع، البيت البوابه قدام البوابه. بس اللي اعرفه ان هي واخده بيت من بابه. الله اعلم بقى بعد النقله اللي اتنقلتها في نفس البيت. رحله الشهره لعلياء قمر من بعد ما كانت بقات مناديل على باب الله بتسرح بالمناديل. يا فندم بصي، موضوع المناديل والكلام دوت ديت في يعني ديت حاجه اعرف اطلع الجنيه من الناس.
يعني تقصد ستاره مثلا ان هي تعرف تطلع فلوس يعني كويسه. حضرتك دلوقتي انت بتقول هي مشهوره ومعاها فلوس والكلام ده، احنا عشان هنا ممكن تكون قطعت رجليها عشان احنا هرشناها مثلا. عشان عرفتوها. لان احنا كنا في اول ما جت كنا مصدقينها. بعد ما شفناها وبدا مثلا زمايلنا يقولوا لها لا ده انت مش كده، ده انت كده، ده انت حاجه ثانيه والكلام دوت. ازاي بقى اسلام؟ اشرح لنا يعني ايه زمايلكم بداوا يقولوا لها انت مش احنا بصي حضرتك احنا مش اي حد يخش الميدان عندنا نقول ده غلبان والكلام ده، لا احنا لازم برضو بنفتش وراه، لان احنا في ناس بتخش لنا هنا بتعمل نصايب، احنا اللي بنشيل الحاجات دي. لان احنا انتوا اللي بتتحطوا فيها. ويوميا على كده. فهي مره مع الثانيه مع الثالثه بدأنا نصدقها، بس بدأت تعمل بقى حاجات وكده، والاخص المشاكل اللي جنبها النقطه وزي ما انت شايفه كده في امن والكلام من ده. في ناس كتير اشتكت منها. ماشي. ايه المشاكل اللي كانت بتعملها؟ ما بقول لحضرتك ما عرفتش تطلع منك الجنيه تقوم شتمه. ما عرفتش تطلع الجنيه تقوم شتمه. هي كده. فكانت بتعمل مشاكل، الناس كانت بتروح النقطه تشتكيها. على طول بيجيبوا لها امين الشرطه. هنا الحكومه عندنا الحمد لله يعني ايه بتستجيب بسرعه. فعلا هم ممكن يكونوا من ضمن الناس اللي قطعوا رجلها من هنا، ما يقطعش رجله من هنا الا اللي غلط. اللي غلط بس لان احنا عندنا هنا حكومه ما تنزلش الميدان ما يقولهاكيش تاني مره، لو شافك تاني يوم ده كلام تاني. هم حذروها مره واثنين وثلاثه بسبب المشاكل اللي هي بتفتعلها. لكن في ناس كتير بتبقى شغاله وهي كويسه لا سيبك تاكل عيش. سيبك تاكل عيش ماشيه مظبوط وبتاكل عيش بتتشال على الراس هنا. عملت مشكله، عملت حوارات، كدبت على الناس الكلام ده، لا مالكيش مكان فيه. فعليا ديت يعني الله يسلمه يعني ويسترها معاها. احنا في الاول كنا مصدقينها ومصدقين وكنا بنعطف عليها وواقفين جنبها، بس بعد النقله اللي اتنقلتها ديت لا احنا عرفنا ان هي حوارات، لان احنا بنقابلها في منطقتها. مش هي دي اللي كانت شغال معانا جنبنا من ساعتين. مش هي دي اللي كانت معانا في المولد. يعني احنا كنا بنرجع حضرتك من المولد تاني يوم بنقابل بعض وبنشوف بعض. لا بني ادمه تانيه. كنتوا بتقابلوها كمان بعد ما اتشهرت على التيك توك ولا ما قابلتوهاش ولا مره؟ يعني في تخاطيف كده. كم مره كده؟ ده بقى حضرتك بصي احنا عندنا هنا موسم الموالد الخارجيه اللي خارج طنطا، هي ما بتطلعش اولا الموالد بعيد. هي موالد مثلا في داخل الغربيه كبيرها قوي بتروح المنوفيه، انما الموالد الكبيره احنا بنطلع موالد لحد اخر الصعيد. المنوفيه عشان والدها من تله من المنوفيه. تمام. جنبهم بقى سيدي شبل والكلام دوت، هم متعلمين الدروشه ومتعلمين ازاي يعرفوا يطلعوا الجنيه من الناس. ولا مره من خلال انت بتقول انا كنت بسمع كده وببقى قاعد وبسمع، ولا مره ابوها اتصل بيها وقال لها؟ لا مفيش الكلام ده. هي بتقول لك انا ابويا رميني، انا عيلتي رميني كرشني عشان ما بعملش، عشان ما بخدمش كده. لا ده ديت اللي زي ديت بقى احنا بنبقى باسمين بالعشره ان هي ماشيه من عند اهلها عشان اهلها مش عاجبهم اللي هي بتعمله. اللي هو من الاخر شغل التسوق. اللي هو في الاساس اسمه شغل التسوق. ما هي الشغل اللي هي كانت بتعمله ده شغل التسوق. القصه اللي كانت وهماكوا بيها اللي كلكم كنتوا مصدقينها في الاول ايه بقى؟ اللي هي ابوها كرشه وعايزه يا اما تخدم وتشتغل، وكانت مطلعه على ابوها اللي هو متجوز على امها ميته. ماشي. وطلع كل الكلام ده كده. كل الكلام ده كده. هي عامله لنفسها يعني ايه سبوبه كده خاصه. فاهماني؟ وراحت تقريبا لبروجر مشهور، حد اللي عرفناه حد قابلها استعرف بحالتها. حسناء. الله اعلم. البلوجر حسناء، واحده اسمها حسناء. احنا سمعنا ان هي اتعرفت على بلوجر نقلها نقله تانية، طلعت معاه مره. في ناس بقى وقفت جنبها واقفه صح. عارف الله اعلم بقى شالت التليفون ده ازاي. جابت فهمت فيه ازاي. ما اصل معلش صلى على النبي مفيش ترويج ولا بيقرا ويكتب، حتى لو قرا وكتب هي ما بتعرفش تقرا وتكتب. لا هي عارفه كل حاجه. عارفه كل حاجه. بس عشان اشيل الجهاز ده حضرتك انت لازم تبقى عارف كل حاجه. بس انما ان انا جاهل والكلام ده ما هعمل ايه؟ ولا هعرف اعمل نفس الفيديوهات ولا اي حاجه. يعني طب ولا مره عليا كده كانت بتصور نفسها وتفتح كاميرا التليفون اللي كانت معاها وتصور نفسها؟ لا قدامنا ما شفناش معاها الكلام ده خالص. ما شفتوش معاها الكلام ده؟ هو بس اللي قعدنا نضحك عليه الرق اللي شالته. الرق فلوس. رق شالته وهي لسه شغاله في المناديل؟ هي كانت شايله الرق كيسه المناديل معلقاها في دراعها وشايله الرق بتطبل عليه وتقف تغني كمان.
للناس. علياء اتقبض عليها النهارده وتم الافراج عنها برضه في نفس الوقت اللي اتقبض عليها، تم الافراج عنها على حسب كلامها واللايف اللي فتحته، وطلعت قالت انا خلاص انا بعد ما اتقبض عليا افرجوا عني وقالوا لي لا ده انت خط احمر. ده كلام علياء. ايه رايك في فكره القبض على التيك توكرز كلهم وكل اللي بيطلع على ابلكيشن التيك توك والغناء الفاحش لسه حضرتك اللي ناس كتير بتعمل خير. دي تتشال على الراس. يعني احنا عندنا هنا ناس يعني يمكن حضرتك تعرفيهم اكتر مني. ايام ما انا كنت شغال دليفري الناس وقفت جنب الناس، بنات متجوزه، يعني اي بنت راجل جدع بنت بلد وبنت حلال راكبه موتوسيكل شغاله دليفري فاهماني، يمكن انت عارفاهم. عندنا هنا في طنطا حوالي 3 4 بنات رجاله شغالين دليفري. احنا ما بنتكلمش على كده يا اسلام. في ناس واقفه جنبهم. في نفس الوقت في ناس بتقف جنب واحده زي علياء ديت فاهماني. المصلحه ما او الهدف ما. المصلحه معروفه والهدف معروف. الدخل بيبقى ليها قبل علياء. ايوه فاهم حاجه؟ بيستغلوا شغل التسول في الشغل. ايوه صح. كل ده احنا فاهمينه والله. صح. في ناس بتعمل خير وفي ناس بتبقى عامله مستغليه الناس ديت في السبوبه دي، ان انا بعمل خير ان انا بعمل، لا بس هو مستغلها بحاجه ثانيه في شغل التسول برضه. شغل التسول. طيب لو علياء شايفاك دلوقتي تقول لها ايه؟ اقول لها علياء انت اكيد يعني انت عارفاني كويس. انا اسلام اللي بفش بحمص، واخر مره كنا مع بعض في اللهم صل على النبي في بركه السبع، في اللي هو المولد اللي اسمه 100 عافيه. الكلام دوت كان من شهرين بالظبط، وانت كنت رايحه جايه علينا وكنت شغاله، وجينا بعد المولد اشتغلت برضو في الميدان هنا بالمناديل. انت ما انتش كده خالص، وانت كنت خدعانه، وانت يعني احنا كنا مصدقينك وواقفين جنبك، انما انت يعني في ناس قالت لنا ان علياء ديت يعني بتعمل معاها فلوس وبتعمل حاجات تانية كتير، احنا ما كناش مصدقين. بس ما صدقتوش الناس دي؟ لا لان هي كانت داخله علينا بقصه اهلها وابويا وامي ميته وابويا متجوز ومبهدليني وعايزين يشغلوني بالعافيه، اخدمهم بالعافيه وانا هربت منهم وكرشوني. منين هربت منهم ومنين كرشوني؟ فبعد اللي احنا شفناه دوت يعني اقول لك اشيريني معاكي خدني معاكي. اسلام يعني بنشكرك شكرا جزيلا يعني، ودي الرساله اللي وجهتها لعلياء، اشيريني معاكي يا علياء. لو كده اشيريني معاكي او شوفي مني يا ستي اللي نقلك النقله ديت ونعدي. طالما شغل التسول كده عديني معاك. ربنا يرزقك ويكرمك يا رب يا اسلام. الزميره بكام بقى؟ ب 10 جنيه. ربنا يرزقك ويكرمك يا رب. متابعينا الكرام في كل مكان، متابعوا مشاهدي موقع نيوز روم، كنا الان مع اسلام يعني احد اصدقاء او معاشرين لعلياء قبل رحله الشهره والثراء الفاحش. يعني اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم. ده كان اللايف معانا، كان لايف معانا اسلام بعد انباء القبض على علياء والافراج عنها اليوم، وبعد حمله الداخليه ضد التيك توكرز لمعرفه مصدر ثروتهم. اشكركم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.